حنا بالنسبه لهذه الوقفه الاحتجاجيه اللي كاينه دابا حاليا يعني هي شبه اعتصام، لان علاش حنا ماشي كانت الوقفه الاحتجاجيه يعني في الولايه بالدرجه الاولى. كنا حنا عملنا واحد نمشي لشركه العمران، مع شركه العمران لان علاش حنا كنا جينا نهار الثلاث لهنايا، وكنا عملنا واحد اللقاء ديال مع قسم التعمير بمعيه السيد الكاتب العام، وعطى التوصيات ديالو صارمه بان باش هاد الناس يتخذ الملف ديالهم بعين الاعتبار. ملي انتقلنا لعند الناس ديال العمران يعني طلب منا يعني واحد المهله ديال من نهار الثلاث، طلب منا الخميس، يعني كيتوسل بان الله يجازيكم بخير يعني تعاونوا معنا من هنا الخميس ان شاء الله ربي غادي يكون جميع الوثائق والتسليم وبما فيهم البلان باش نمشيو للجماعه ناخذوا الرخص ديالنا وننتقلوا للبقعه ديالنا. الى به ملي كنجيو حنا اليوم نهار الخميس كنتفاجئوا بهذا السيد هذا كيتماطل علينا، وفي الاخر كيعملوا واحد هروب شبه جماعي ما بالنسبه للمدير التنفيذي والمدير المسؤول الجهوي. وفوق هذا الشيء هذا يعني قاموا بواحد الحركات ابتزازيه بالنسبه لهذه الساكنه هذه، بانها انتم هنايا وحنا بقينا معتصمين تما في شركه العمران حتى اذن المغرب وفطرنا تما. ملي ما جا عندنا حتى شي واحد وما استجب معنا حتى شي واحد في هذه الوقفه هذه وفي هذا الاعتصام هذا، يعني شفنا الحل الوحيد هو ننقلوا هذا الاخر ديالنا نهودوا الولايه لان المسؤولين، لان الولايه كتسمى متبعه الملف وعامله المسائل ديالها مضبوطه. الى هاد الناس هادو ديال العمران كيتماطلوا علينا وكيتماطلوا على المسؤولين ديال الدوله. ما بغيناش نفهموا. ملي كنهضروا مع هذا المسؤول هذا كيقول لك اودي بان المشكل كاين في الجماعه. حنا الا بقينا كنمشيو بهذا الاسلوب هذا وبهذه الطريقه هذه راه حتى واحد واقيلا ما يحصل حقه. لاش؟ لان حنا كنعرفوا كل مسؤول راه مسؤول في بلاصتو. يعني انت كشركه عمران يعني كتسمى عندك ملف اجتماعي خصك تسلم هاد البقع للناس. من حنا من 2021 ملي استفدنا هذه بلا ما نهضروا على المعاناه السابقه من 2014 وما يفوق وحنا كنعانيو. حنا عام اللي استفدنا في 2021 ليومنا هذا باقي ما كاين التماطل والتسويف. والقرعه درناها في رمضان اللي فات، يعني عام دابا سنه باش عملنا القرعه وخلصنا الواجبات ديالنا وخلصنا الصندوق كما مطلوب منا 2000 درهم، لان عملوا معنا 200 درهم من المترو. وهادشي راه كاين في محضر الاجتماع لان بحضور ديال 8 المؤسسات ومن بينهم عبد ربي اللي هو ممثل ديال السكينه، انا موقع معاهم على هذا المحضر الاجتماع. ولكن هاد الناس هذا ما بالنسبه لشركه العمران حنا ما بغيناش ما كيتفهملكش هاد الناس كيفاش كيتصرفوا لا مع المواطن ولا مع المسؤولين ديال الدوله. حنا بغينا نعرفوا هاد شركه العمران اللي هي منسوبه للسكنه والتعمير واش هي كتخدم وفق القوانين اللي معمول بها في الدوله او لا هي كتخدم فوق القوانين. لان بهذه المساله هذه لان حنا كنشوفوا هاد العمران شنو عامله في هذا المغرب، ماشي هنا فقط في طنجه، راه في بزاف ديال المدن اللي عامله هذه الكوارث هذه وعندنا هذه المشاكل. بغينا نعرفوا هاد اللوبي اللي هو كيحسب راسو اكثر من الدوله واكثر من القانون، شكون هو هذا الانسان اللي كيدعم هذه الشركه هذه على بناء على المعاناه ديال الناس ومعاناه ديال هذه السكينه هذه. وحنا دابا حاليا اغلبيه ديالنا حنا شبه مشردين لان كنمشيو نكريو، ما كيبغيوش يكريو لك الناس لان انت عندك دراري بزاف. بالنسبه للناس الله يحسن العون المدخول ديالهم على قدر الحال والمعيشه انتم كتعرفوا كيفاش عامله الغلاء والقهر وبزاف ديال الامور. وهاد الناس هذا لان علاش حنايا في الاول كانوا عاملين معنا استفاده بقعه الواحد وعندنا شهاده استفاده الفرديه، الى به في الاخر كيتماطلوا كيتحايلوا علينا ودخلوا لنا في جوج بقعه وعطاونا استفاده يعني مشتركه ما بين الطرف الاخر. هاد الناس رغم ذلك قبلنا وتنازلنا. علاش؟ ما بغيناش ندخلوا حنا في الصدام، لان حنا دائما كنمشيو في اطار ديال تسويه بالنسبه للناس ديال الدوله ديالنا، ما خصناش ندخلوا معاهم في الصراعات وفي النقاشات. لان علاش الناس ديال الدوله ديالنا راه كما كان الحال يعني كيعملوا معنا واحد المجهود وكيعملوا معنا واحد المساطير قانونيه، لان حنا كنعرفوا ناس ديال الدوله ناس يعني عاطين القسم وكيأديوا المهام ديالهم. وحنا كنعرفوا بان كاين قائد الاعلى صاحب الجلاله نصره الله ينصره اللي دائما كيعطي التوصيات ديالو صارمه باش تحل المشاكل ديال الناس والفقراء والناس الفقراء والمعوزين. الى بهاد الناس كيضربوا توصيات ديال جلاله الملك عرض الحائط وكيتعاملوا يعني شبه فوق القانون. حنا عارفين بان القانون فوق الجميع، ولكن هاد الناس هذا بالمعاملات ديالهم والتماطلات ديالهم كيبينوا للناس البسطاء كانهم فوق القانون ومحميين من طرف ما. ملي كتبغي تهضر معاه كيقول لك اودي حنايا جري طوالك. كيفاش تجري طوالك؟ ما فهمناهاش. يعني بغينا نفهموا هاد الناس هذا، لان احنا كنقولوا من هاد اللحظه هذه وفي هاد الساعه هذه امام مقر الولايه جهه طنجه تطوال الحسيمه، حنا كساكنه ديال مغوغه الكبيره عين قنا جزيئه النور شاطر هاد التسليم ديال التجهيزه حنا شفناه بعينينا وراه لنا قسم التعمير نهار 7 في شهر 3 2015 اللي كانت تسمى بلاتفورم راه تسلم.
ولكن هذا المسؤول كيمشي كيتماطل علينا كيقول لك الناس ديال الجماعه عاملين العرقله، الناس ديال الجماعه الناس ديال الولايه كيقول لك الناس ديال الجماعه عاملين الشغل ديالهم، الناس ديال التصميم التهيئه عاملين الشغل ديالهم، حطوا المسائل ديالهم. ولكن هاد العمران بغينا نعرفوا حنا هاد الناس شكون هما اللي مورا العمران اللي كيحميو هاد الناس العمران. حنا كنعرفوا بان حنا الحمد لله عارفين شي بركه على هاد الناس العمران شنو كيعملوا وشنو هي المسائل اللي كيسعوا ليها والفتنه اللي كيسعوا ليها، لان هاد الشركه هذه صبحت شركه ديال الفتنه ماشي شركه الحلول. هذه ما بقاتش كتقدم الحلول للناس، هذه شركه ولات تسطو على العقارات ديال الناس، ولات كتعمل مشاكل، ولات كتخلق بؤر ديال التوتر وكتخلق فتن ما بين السلطه والمواطن. وكان الحمد لله واعيين بهذه المساله هذه، وحنا عارفين بان حنا السلطه كنعمل معنا الواجب ديالها، وحنا عارفين هذه المساله هذه وفاطنين هذا الشيء هذا، لان كنعرفوا بان هذه الشركه هذا كنعرفوا شكون هما هاد الصهاينه اللي تابعينها واللي كيدافعوا عليها، والمتصهينين نيت كاين الصهاينه والمتصهين بجوج، لان كاين المتصهينين الداخليين اللي ما كيخافوش الله وما كيحشموش وكيخدموا شي حاجه ضدا على الوطن وضدا على المواطن، حنا كنعرفوهم. ولكن غادي يجي الوقت ديالهم ان شاء الله يا ربي وغيتسمى بالمساواه ديالهم ان شاء الله يا ربي. والسلام عليكم ورحمه الله، وكنشكروا المنابر الاعلاميه وشكرا لكم جميعا.